حطيت من قبل من هذا قلت لكم غنعطيكم جوابي. هو ماشي غنشرح لكم واحد الحاجه، لانه بزاف د المرات ماشي غير بزاف، 100,000 مره كنكون دايره اللايف في التيك توك ولا في الانستغرام، شحال من مره كيدوزو من عينيا التعاليق ديال علاش ما كتدخليش للمغرب. اوكي، هاد البنت هذه قالت لي سعداتك حنا في المغرب عندنا الجفاف الى اخره اوكي. بالنسبه للجفاف اللي كاين في المغرب انا صراحه ما عارفاش الجو الطقس كيفاش عندكم تما، ولكن جاني الميساج ديالك كيتشابه بالكلمه ديال علاش ما كتجيش المغرب. واليوم بغيت نطرق لهذا الموضوع لاخر مره غادي نشرح في ستورياتي، وما غاديش نزيد نهضر على هذا الموضوع لان هضرت عليه 100,000 خطره. دابا انا 7 سنين وانا في السوشيال ميديا، ديما كل مره كنتسال نفس السؤال وتنجاوب عليه، وديما الناس كتبقى تسول. فهذه اخر مره غنجاوب على هذا السؤال ديال علاش ساره ما تدخلش المغرب. اول حاجه بزاف ديال الحشرات كيقول لك احقا ممنوع عليها تدخل المغرب. كتجيني الضحكه. ما كاين حتى شي وثيقه اللي كتثبت انني انا ممنوعه ندخل المغرب، وما كاين حتى شي ورقه، ما كاين حتى شي حد قال هاد الهضره من غير الحشرات اللي ما عندهم ما يدار، اللي مشارجين 5 دراهم ديال الويفي. وحيت انا ما كنمشيش للمغرب حيت ما كيعجبنيش نمشي للمغرب، فاحقا انا ممنوعه من المغرب. نعطيكم ابسط الامثله. انا ما كيعجبنيش نمشي مثلا لفرنسا، ما كتعجبنيش. مشيت ليها مره واحده ما عجبتنيش، فيها مسمار موقفينو تما دايرينو تنصبوا به على الناس، مسمار فيه 20 متر ولا من 30 متر تنصبوا به على الناس. حقا اجي تشوفي المسمار تصوري حداه ب1000 درهم. ما كتعجبنيش فرنسا، هذا لا يعني انني انا ممنوعه انني نمشي لفرنسا. ايوا دابا نقولوا بلي ماكرون مانع، شي نهار خرجوا يقولوا راه صار يكون ما كتمشيش لفرنسا حيت ماكرون منعها. انا ما كذبش عليكم، ما كنمشيش لفرنسا. نقول لكم علاش، على جوج ديال الحوايج. على كدوله ما صراحه ما زرتوش، انا مشيت غير لباري. كدوله ما كيعجبنيش. ثاني حاجه التعامل ديالهم في المطار ماشي زوين. كنعقل على راسي مشيت في 2022 لباري انا ونونا، وما تعاملوش معنا زوين في المطار. بداو كيوقفوني، بداو كيطلعوا يهبطوا فيا وكيشوفوا لي في الباسبور، كيشوفوا لي في لاكارت ديالي ديال ناسيونال، وتيقولوا لي لا اعطينا الباسبور. قلت له اخويا غنعطيك الباسبور، انا عندي الكارطه من حقي نسافر لكاع الدول بهذه الكارطه، من غير ميريكان، اسطنبول، من غير الدول. هذه راه فرنسا داخله في الاتحاد الاوروبي، كيفاش اري الباسبور؟ مالي انا داخله لتركيا دابا ولا غادا للمغرب ولا داخله للميريكان باش تطلب لي الباسبور؟ المهم سخر الله تلاقيت مع واحد المغربي اللي مغربيه وشرحت لها، قلت لها اختي حنا في اوروبا كنسافروا فقط بلاكارت ناسيونال، ما كنحتاجوش الباسبور. وهي تقولها له، قال لا ولكن ما ولكن. قلت له مالي خويا صاحبك انا هاربه، هذه بنتي ها لاكارت ناسيونال ديالها، هذه انا ها لاكارت ناسيونال ديالي. انا ما هارباش اخويا، انا راه بنت اسبانيا تنعيش في اسبانيا، جايه غير فاكونس السيمانه وغنمشي. فبحال اللي كرهت فرنسا لانه هذاك التعامل ما عجبنيش. دابا غنكملوا على الموضوع ديال المغرب. ايوا شي نهار نوضوا نقولوا صافي كل راه منعها ماكرون الدخول الى فرنسا، تبقى السر. نبقى نلف وندور في الكلام. انا فاش بنت اول مره في السوشيال ميديا كنت في عمري 21 عام، دابا في عمري 27 عام ما شاء الله. بنت كنت ساخطه على المغرب، ساخطه لانه ماشي انت اللي كتفرجي فيا عشتي داكشي اللي عشتو، انا اللي عشت داكشي اللي عشت ماشي نتيا. فكنت حاقده وساخطه. والغلط اللي درت وكنعترف انه غلط كبير، فاش خرجت في السوشيال ميديا كنت كنلقي كاع هذاك الشيء اللي عشته، مثلا هذاك الدمار وهذاك المشاكل اللي عشتها كنت كنلقيها على الملك نصره الله والله يطول في عمره. فكنت كنردو هو الكولبابل، كنقول هو سبابي. بحالكم نتوما شحال واحد فيكم كيقول هو الملك سبابنا، انا كنت كنقول الملك هو سبابي. ان الملك اختي ماشي هو سبابي، لان الملك ماشي هو اللي لحقني عائلتي، ولكن انا كنت كنلقي اللوم على الملك، كنقول سبابي هو سيدنا. هذه اللومه بحال اللي هو اللي ولدني. انا عارفه كون كان ولدني الملك كونني عايشه في القصر الملكي كنحزم ونطالي، كونني عايشه الحياه السعيده ما كانش غيلوحني، كون سيدنا هو اللي ولدني ما كانش غيلوحني. ولكن عائلتي هما اللي لحوني. تفرجوا فيا، شوفوا فيا، ما تصوروا من عندي، ما تنحملكمش وما غنسمح لكمش الى يوم القيامه. فكنت في عمري 21 عام، ما كنتش كنتعاطى للمخدرات، ولكن كنت كنتعاطى الكمر هو الخمر. ما كنبغيش نقول هاد الكلمات حيت عارفه متبعيني الناس، يعني دراري ماشي دراري صغار، يعني بنات ودراري باقيين ديال 16 عام 17 عام 15 عام. ما كنبغيش نقول هاد الكلمات، كيف ما كنبغيش نهضر حدا بنتي بهاد الاسلوبات، ما كنبغيش نهضر معكم حتى نتوما بهاد الاسلوب، حيت عارفه انا كنشوف لي ستاتيك ديالي راه متبعيني من 15 عام حتى ل 51 عام 60 عام. كيعطيو الانستغرام كيعطيك السن ديال الناس اللي متبعين. كنخرج وكنهضر وكنقصف وكنقول كلام ماشي في بلاصتو،
تحت تاثير الخمر، كنقول شي هضره ما ليها حتى شي معنى، بحال شي وحده هبيله. شنو غادي يوقع مع المده؟ بقيت كنفكر فوقاش مع المده، حتى دازت بعد واحد العامين ولا 3 سنين وانا كنلقي اللوم على سيدنا وكنقول هو سبابي، حتى دازت واحد العام ولا 3 سنين عاد طلع معايا القلب، عاد عرفت بلي ان عائلتي هو سببي، ما سيدنا ما دار لي والو، سيدنا فقط هو مالك ديال الدوله، ما عنده ما يدير ليا. واش انا عائلتي ولدوني ولا حموني هو شغلو؟ ماشي شغلو اش جابو، اش من دخله عنده. ولكن العقل ديال التبرهيش، كلنا دزنا من المرحله ديال التبرهيش. ف من تما بدات الهضره ديال هذه ممنوعه من المغرب، هذه ممنوعه، هذه ممنوعه، هذه ممنوعه. وانا اصلا عمرها ما كانت عندي الانتنسيون انني نرجع للمغرب. شنو هي الانتنسيون؟ عمره ما كان عندي التفكير ديال انني باغا نرجع للمغرب. شهرت ديال بصح عرفت بلي انا ما كنتش عارفه ان في المغرب ممنوع اننا نهضروا مثلا في الملك. حنا عندنا هنا في اسبانيا مثلا عندنا عادي انك تهضري في الملك، تهضري على العائله الملكيه، عندهم عادي. الناس اللي عايشين في اسبانيا عارفين هادشي. ماشي انك تسبيه مثلا تقولي وسيره الملك الله يعطيه الله يفعل الله يترك يا ولد يا نو هادشي نو، ولكن تهضري عليه وتقولي ان مثلا الملك ديال اسبانيا ما ساويش، ما عطيناش داكشي اللي حنا باغيين، يعني كتعبري. حنا عندنا هنايا قانون التعبير، قانون التعبير، تقدري تخرجي في التلفازه كتدوي على الملك بطريقه ماشي زوينه من غير السب. ممنوع السب ما عرفتش السب فيه شي معاقبه قانونيه في اسبانيا، ولكن تهضري وتعطي الراي ديالك في الملك وتقول انا الملك ما عجبنيش، الملك ما داير ليا والو. بزاف الناس خرجوا في التلفازه وقالوا هاد الهضره، قالوا باللي الملك ما بقاوش باغينو يكون ملك. هادشي هنا في اسبانيا ديما في التعاليق بعدا فاش كيكون شي فيديو ديال الملك ومرته خارجين وبنياتهم، ما عندهم جوج بنات، اقسم بالله كندخل غير التعاليق كنلقى ونقيد المنقود وكينقدوه الملك. هذا اش كيدير، هذا غير كيتخلص وما داير لينا والو، اش هاد الزمر، اش هاد البلاد، والله الا الاسبان زعما راه خطر. هنا عندنا حريه التعبير. انا ما كنتش عارفه ان في المغرب لا قانون يعاقب، حيت هضرت من بعد مع المحامين، هضرت مع الناس، ما كنتش عارفه ان القانون يعاقب الا دويتي بطريقه ماشي زوينه على جلاله الملك. انا ما كنتش عارفه هادشي، كيسحب ليا نفس الشيء كيف ما هنا عندنا حريه التعبير نقولوا ما بغينا، حتى في المغرب كاين نفس الشيء. ولكن عرفت بلي انه صافي تما فين ابار ان كل شيء كيهضر كيقول لك انت ما تقدريش تدخلي للمغرب. وانا اصلا كنقول في خاطري انا اصلا شنو قلت لكم باغا ندخل للمغرب، انا ما باغاش ندخل اصلا. الرئيسي اللي انا ما باغاش ندخل به المغرب، انا واش انا غتحرف ليا ندير محامي، ندير 10 ديال المحاميين في المغرب ونخلص 40 50 60 70 مليون نخلصها وندخل لبلادي؟ ما حرفتش ليا. يماه مع باباه ندير 3 4 المحاميين كل واحد نعطيه 10 المليون يفكوا لي المشكل. الا كاع عندي شي دعوه ولا مثلا سيدنا دعاني ولا مثلا دعاني البلاط الملكي ولا دعاني مثلا واكيل الملك ولا الوزير حيت دويت، ندير غير 2 المحامين نخسر 20 مليون. كلشي كتحيد كارطه، كتكتبي كارطه. حيت انا هضرت مع المحامي في المغرب قال لي كتمشي للقنصليه ديال اسبانيا كتكتبي الكارطه ديال السماح. الكارطه ديال السماح كنصيفطوها للبلاط الملكي كيقراها كيجاوبك، يا كيقول لك انا مسامح لك، يا كيقول لك انا ما مسامحلكش. قلت له في حاله ما قال انا مسامحه وهبط للمغرب وقع شي مشكل تشديت مثلا، قال لي نو هادشي ما كاينش، هادشي يخالف القانون، لان ان فوا البلاط الملكي كيقول انه مسامح لك ما يقدر يهضر معاك حتى شي واحد، لا البوليس لا حتى شي حد اخر. فاش ما حرفتش ليا ندير محامي، واش انا حرفت ليا ندير محامي ب 10 ولا ب 20 ولا ب 30 ولا ب 40 تكون حتى 100 مليون، ماشي خساره في المحامي ولد بلادي نعطيها ليه ونفك مثلا المشكل. هذه النقطه رقم 3. دابا النقطه رقم 4، علاش انا من الداخل ديالي ما كنبغيش ندخل للمغرب. انا غنقول لكم علاش. انا في المغرب فاش كنت صغيره بلا كنعاود لكم هنايا ما كنبغيش نبقى بنادم وما على باليش بنادم وبنادم يعاودها الكره. انا في المغرب فاش كنت صغيره عشت واحد العيشه ماشي زوينه. اوكي حتى انت غتقولي لي حتى حنا تكرفسنا، نو ما تكونيش تكرفستي بحالي، لانه انا تكرفست انا صغيره بزاف. يعني كنهضر لك انا مني حليت عينيا ملي كانت عندي 6 سنوات. انا كبرت مع الزوجه ديال الاب ديالي اللي ما غنسمحش ليها قدام الله، اللي كانت كتكرفس عليا تكرفيس خايب لدرجه انها واحد الخطره سدات عليا في الدار لمده اسبوع ومشات هي سافرات، هي وولدها وعائلتها مشاو سافروا للجبل حيت هما جباله لمده سيمانه. وكانت عاطيه المفتاح لخوها باش يجي عندي كل مره في النهار باش يعطيني ناكل ويجيب لي الماء. وانا شحال في عمري؟ في عمري 5 سنوات. غتقولي لي كيفاش كتعقلي على هادشي؟ ما عرفتش علاش. نقدر نقول لك انا كنعقل على شي حوايج وقعوا لي وانا في عمري 3 سنين غادي تكذبيني. ما عرفتش علاش. انا ربي عطاني حاجه مميزه، العقليه ما فهمتش. كنعقل على حوايج وقعوا لي فاش كانت عندي 3 سنوات. اللي ما بغاش يثق ما على باليش به. ف ملي حليت عينيا حتى السن 7 سنوات تكرفيس معنويا وعصويا. العصا، العنف العقلي، العنف الضريب،
المهم وبلا ما نهضروا على ولدها. شوفي اختي انا كنعرف تتفرج فيا وما غاديش نسمح لك، سيري عاودي على راسك. بلا ما نهضروا على الولد ديالها اللي كانت كتهلا فيه وانا ما كتهلاش فيا، اللي كنا كنجلسوا في طبله وحده